عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نوريكم خلطة عجيبة فيها كل شيء نجم يفيد البشرة متاعنا، قشر وتفتح وتغذي ويعالج الحبوب، وكيف العادة كلها مواد طبيعية. أول حاجة ناخذ مغرفة كبيرة من القهوة، أنا شللتها بالماء سخون قبل وصفيتها باش تطرى شوية وما تجرحليش وجهي كي نعمل بها سكراب. نزيدوا عليها مغرفة صغيرة قارص اللي فيه برشا فيتامين سي ويفتح البقايا الغامقة، ومغرفة عسل اللي هو أنتي بكتيريا ويعاون على علاج الحبوب، ومغرفة زيت زيتونة اللي فيها برشا فيتامين او يرطب البشرة مش نورمال وانتي ايجينج. نخلطوا المكونات كلها مع بعضها مليح مليح. ونسيت ما قلت لكمش اللي كي يفضلكم شوية تنجموا تستعملوها على بدنكم، راهو تحفون على الاخر سورتو قبل البرونزاج، يخلي البول كلها نظيفة وينحي الجلد الميت الكل. توا نزيد معاه مغرفة نشا كبيرة ونخلطهم مليح. النشا باش يعاون على تعديل الاكسيد سيبوم وفيه برشا منافع كيما التفتيح وتنقية البشرة. توا نتعداو للابليكاسيون. انا خذيت البانسو بلا هذايا وباش نحط البرودوي متاعي الكل ولا الماسك متاعي الكل على وجهي. وتنسيوش نبعدوا على الداير متاع العين خاطرها بلاصة حساسة وما يلزمهاش التقشير. توا باش نخلي الماسك متاعي يرتاح 10 دقايق ونرجع لكم. جاء وقت التقشير. بعد ما خليت الماسك متاعي باش ربطته البشرة مليح وتحلت المسامات الكل، نبداو نقشروا avec un mouvement circulaire pour activer la production de collagène ونحيو كل البوان نوار وكل لي بوان بلون اللي يجيو في الكوان متاع الخشم والجلد الميت الكل. اي فوالا، توا نمشي نغسل وجهي ونرجع لكم. هذه كانت النتيجة، وجهي نظيف ورطب على الاخر. ان شاء الله تعجبكم الوصفة ولازم تجربوها وتقولوا لي شنو رايكم. توا نقولكم بالسلامة ونتلقاو المرة الجاية.